أنا مشتاق لكم كثير يا عمو، أنت وحمودة وبابا وماما كلكم مشتاق لكم. إن شاء الله تظلوا بخير. كان هذا آخر فيديو يرسله المواطن الأردني شادي المومني قبل أن يقتل في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولة سلبه من مجرمين. القصة أنه شادي كان غادر بشهر 8 الماضي للعمل هناك. في تلك الليلة غادر عمله بالمحل الساعة 10 مساء، وكان المجرمين متابعين خروجه بهدف سلبه، وللأسف أطلقوا عليه الرصاص بالرأس وتوفي على الفور. ذهب للقمة العيش في ولاية شيكاغو في أمريكا، ولقي حتفه على أيدي غادرة غاشمة عندما حاولوا سلبه، وتم مقاومته وتم إطلاق الغيارات النارية عليه، إصابته في رأس المادة إلى وفاته على الفور. والتحقيقات الآن جارية، وتم التواصل مع وزارة الخارجية والحكومة من قبل نائب الوطن ونائب العشيرة الدكتور بلال المومني، وننتظر الرد من الحكومة والوزارة بالمتابعة الحديثة لحفظ حقوق المتوفي رحمه الله. الخارجية الأردنية أصدرت بيان أكدت فيه أنه من خلال السفارة الأردنية في واشنطن يتم متابعة التحقيقات بقضية المومني، وحتى الإعلام الأمريكي تناول الجريمة بكثافة ويتابع مجريات التحقيقات. شادي المومني أب ل3 أبناء، وبحسب ما اطلعت عليه العربية الأردن حاول يدافع عن نفسه لحظة الهجوم عليه ويقاوم المجرمين، لكنهم للأسف كانوا مسلحين. معي الشاب طارق ابن خالي، وبحب أحكي وأضيف إنه شادي الأردن كلها فقدته، حتى شيكاغو بحبوه، حتى اللي عرف شادي بحبوه، حتى الناس انتحرت عليه. في ناس مش قادر تطلع من بيوتها يجوا يعزوا، في ناس مش قادر تحكي معنا تلفون، في ناس مش مستوعب الوضع. شاب في بداية عمره ذهب للقمة العيش وتم غدره. حسبي الله ونعم الوكيل. ابن طارق أيوه معي، الله يرحمه، شهيد. مع وجود جرائم سابقة لم يتم الوصول فيها للمجرمين في الولايات المتحدة، برأيكم هل يتم العثور على قتلة المومني وتقديمهم للعدالة؟